في وقت باتت فيه تربية الحيوانات توجها جديدا من أساسيات اقتصاديات الدول، تطورت بتطور التكنولوجيا ليكون العلف العامل الرئيس في سيرورة تربية الأبقار والأغنام والماعز. تربية تعتمد على منهجية علمية جديدة تخضع لمقاييس جديدة بمردود أعلى وبنسب نمو أكبر. العلف البديل هو شعير أخضر مستنبت طبيعي وطازج، ثبتت جدواه علميا وغذائيا واقتصاديا، يستعمل لتغذية جميع أنواع الحيوانات العاشبة: عجول تسمين وأبقار حلوب، دواجن، أرانب، جمال وخيول. وبإمكانه تعويض العلف المركز حسب الحيوان بنسبة تتراوح بين 70 و100%، كما أنه يساعد على الزيادة في الإنتاجية من الحليب واللحم تتراوح بين 10 و20%، إضافة إلى ارتفاع نسبة الخصوبة وخاصة التعشير عند الحيوان بنسبة تصل إلى 60%. Je suis très contente quant à ce genre de projet. يعني كي نشوفوا هكذاك دي جون يعني كيما هذا السيد هذا اللي راه يعني يكتشف حوايج، احنا ما رانا فرحانين ما نكذبش عليك، وخاصة وعلاش راني فرحانة انه لا بروميير فوا نهار اللي شفت هذا لو جور دو كولتور شفته في الجزائر يوم ملتقى ولا يعني لا برودكسيون دو فوراج فير. شفت هذا ما جيت الولاية تاعنا ما كانش على بالنا كامل باللي كاين ناس راهم يخدموا هكذا، ونهار جيت وسمعنا باللي كاين السيد هذا راه يخدم، يعني والله العظيم هذيك هي فرحة. سي ان اونور بور لاغريكولتور دو لا ولاية دو بويرا، وحنا ان شاء الله اون فا ايسيي دانترفونير يعني بور ليدي بور لونكوراجي. سفيان بنان واحد من الشباب الجزائري الذي قرر اقتحام تجربة الاستنبات الزراعي للشعير ببلدية عجيبة ولاية البويرة بعد خوضه غمار تربية الأبقار عن طريق دعم الدولة بمرافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، ليدخل غمار التربية بتقنية الاستنبات الزراعي للشعير الذي يعود على الأبقار بمردود من الحليب وجودة اللحوم. باسكو نحب لاكتيفيتي هذه نتاع تربيه الابقار، نحبها. ابري لقيت سمعت هكذا الناس يهضروا باللي كاينه اللي ضرب هذه نتاع الاستنبات، ومن بعد بديت نخدم درك الحمد لله راه الفير راه وصل، راني نوكل درك البقره تاعي الصباح راني نمد لهم نورمال وراهم ياكلوهم مليح وراه نظيف، ما فيش باسكو كاين ليزولاسيون كاين فيه النقاء تاعو. في اطار الدعم اللي نقوم به لمرافقه الشباب قام فرع البويره للوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب بمرافقه الشاب لانجاز مشروع في الميدان الفلاحي خاص بتربيه الابقار، وهذا من اجل تشجيع الشباب على الاستثمار في الميدان الفلاحي. وحنا بصفتنا ممثل للوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب فرع البويره نشجعوا الشباب اللي عندهم افكار واستطاعوا بلي موان دو بور من تجسيد هذه الافكار على الميدان. الابواب الوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب مفتوحه لكامل الشباب اللي عندهم افكار حابين يجسدوا افكارهم على ارض الواقع. وحسب التحاليل العلمية والتجارب المسجلة في مراكز البحوث يزيد هذا العلف الأخضر المستنبت بدون أرض من مقاومة الحيوان للأمراض، لأنه غني بالإنزيمات ويقلل من نسبة الوفيات أثناء الولادة، لتبقى المردودية الاقتصادية وكلفة الإنتاج لهذا العلف الجديد بتكلفة إنتاج طن من العلف الأخضر يستهلك فقط 400 لتر من الماء، في حين يحتاج إنتاج طن من الأعلاف الخضراء بالطريقة التقليدية قرابة 34,000 لتر من المياه. اللوزيرن هذه اللي يدوروها للأبقار نقولوا ان هكتار، واحد هكتار نتاع عندك 20 كيلو هكذا، 20 كيلو نتاع اللوزيرن هذا راه يدير دركا 150 في الكيلو. عندك واحد 3 ملايين، عندك ديبونسي واحد 10 ملايين وزيد لي ديبونس نتاع لا لوزيرن هذيك، وزيد الماء راك تقاسبي بزاف الماء تقاسبي بزاف. درك انايا نقاسبي هنايا الاطراء مي برا راك تقاسبي اكثر. ليكيبمون تاع هذاك اللي ترشو وزيد الموتور كبير راك تاكل تريسيتي هذوك كاع لي فري هذوك. وحنايا في لا شومبر هذوك عندك بالك 5 قطارات 6 قطارات تجيبهم في لا شومبر كيما هذا. دو كوتي سانيتير l'éleveur يقدر يفيتي بوكو دو مالادي بوكو دو بروبليم اللي يقدروا يصراولو مع لي فاج تاعو مع لي الفاج اللي راهم دايرو. دونك سي ان افونتاج اللي هو
ننصح الفلاحين باش يتعلموا هما ثاني سي اون بون ميثود اللي يقدروا يستفادوا منها هما ليهم هما دو كوتي ايكونوميك كما قلنا وميم لي فاش تاعهم يقدر ينجح بوكو بلوس. غرفة متكاملة تعتبر مزرعة بالكامل لإنتاج علف عالي الجودة للحيوان. الغرفة التي تنتج 1 طن من الشعير اليومي مساحتها صغيرة حوالي 40 متر مربع فقط، تكلفة في متناول الجميع حيث توفر إنتاجا يوميا من العلف الأخضر وعلى مدار السنة، يدر ربحا عاليا نظرا لمميزاته الكثيرة، إذ يساعد الشعير المستنبت على تحسين أداء الحيوان وتحسين حالة العضلات وجودة اللحم، وذلك لاحتواء الشعير المستنبت على كمية عالية من البروتينات سهلة الامتصاص. يزيد الشعير المستنبت من إنتاج اللحم فيصل في عجول التسمين إلى 1.5 كيلوغرام يوميا، ومع الخرفان إلى 300 غرام يوميا. قبل ما تكمل ماذا بينا تعطينا مما تتكون هذه الغرفة؟ يعني اللي كومبوزي دو كوا واش فيها كامل؟ هذه تتكون من ريلاسيون هذيك نتاع السخانه باش ما تدخلش السخانه لهنا، تكون كيما لا شومبر فرواد، وفيه لينيو سبيسيال لينيو فلوريسون هذوك، وزيد فيه لي فونتيلاتور كاين زوج، واحد يدخل الهواء واحد يخرج باش اللير هذا اللي كاين داخل لازم يتدخل، وكاين فونتيلاتور واحد اخر يدور لوميديتي هنايا، وان كليماتيزور يدير البروده باسكو هذه لا شومبر هذه تسحق درجه الحراره 18 حتى 24. وفيه الماتيريال كيما لي زيتاجير هذو باسكو لازم ديرهم على 6 ايطاج باسكو شاك جور تعمر ليطاج، وكاين لي باسين هذو لازم يكون مارو ولا نوار باسكو الحب نتاع لا كراند هذه لازم تكون في الظلمه هكذا ما تحبش حاجه ترونسبارون. وكاين هذوك نتاع الماء اللي يرشوا هذو نتاع الماء، ايوا هذو شك 4 سوايع طرش دقيقه صافي 72 زور 72 ساعه باش كي يدخل لاباسين هذيك يطلع رابيدمون باسكو يكون عنده الجذور تاعهم خرجوا جارمه مليح. ابري هكذا كي من بعد تخليه هكذا ومن بعد تسقيه شكل 4 سوايع هكذا يتسقى، ومن بعد عندك 7 ايام يوجد. تكنيكمون يعني اون انكوراج هذا لو جور دانفستيسمون سورتو وخاصه رانا في مجال وين مثلا الانتاج الحبوب الانتاج الحليب احنا ماذا بينا نديروا لوتو سوفيزونس، وحنا ماذا بينا نقلصوا من استيراد يعني لا بودر دو لي. دونك كامل المجهودات اللي راهي تندار او نيفو دو مينيستير دو لاغريكولتور احنا ندعموا هذونا لي جون، ويعني اون لي زونكوراج اي انفستيسمون شاك انفستيسمون اللي يكون في صالح الاقتصاد ولا فيليير اغريكول لو سيكتور اغريكول يعني يدعم، وما نقدروش نوقفوا يعني ديفون نيمبورت كيل انفستيسمون. استنبات الشعير يتم في غرف استنبات توفر لحبوب الشعير كل الظروف المناسبة للنمو، بعد غسل بذور الشعير جيدا وتعقيمها من الفطريات والجراثيم، لتنقع البذور في الماء لمدة 25 ساعة في موسم الصيف و30 ساعة في موسم الشتاء. عملية استنبات الشعير تتم تحت درجة حرارة 18 درجة مئوية. يتم زراعة بذور الشعير في الشرائح البلاستيكية بمعدل 1.5 كيلوغرام في الصينية الواحدة كإجمالي 125 كيلوغرام. يتم وضع الشرائح فوق الرفين العلويين وعلى جانبي الوحدة من الداخل، وفي اليوم الثاني يتم تنزيل الكمية السابقة من الصواني إلى الرفوف السفلية مع تقليبها ثم وضع الكمية الجديدة في الأعلى. يتم ري الشعير بالتناوب خلال الدورة الزراعية عن طريق الري 2 أو 3 يوميا، أو عن طريق الضباب من 3 إلى 4 ساعات يوميا. نديزانفيكتيه بالكلور ولا لو جافيل، نديزانفيكتيه نقيه ونقي الحب هذاك ونقي لي باسين هذيك ونقي الشمبره هذيك صافي درت ليزولاسيون على لي مالادي. وفيه الاقتصاد باسكو هنايا نخدم وحدي، درك نخدم للفاش تاعي ونخدم هنا نخدم وحدي، عندي هنايا واحد الساعه نتاع الخدمه، عندي ساعه نتاع الخدمه مي بار كونتر برا تضرب واحد النهار وتخلي خدمتك هنا وما تلحقش. ماذا يعني مزمر كاين هذيس ماذا يعني مزمر غير من خدمه كاين، لكن الى قاني لي من كنا مسمورا نغنينا تيمورا نديرو ونسنقر في ثمورتنا. يعني بور نو ديجا بور لا ولايه سي ان بليزير دو فوار، ونقدر نقول لكم بلي ما راهوش غير هو اللي راه يخدم هاد لا كولتور، اون اي طون تران دو لي ديكوفرير
دونك سي اون كولتور يعني بريسك elle a pris يعني de l'extension في الولايه. دونك كيما هذا لو جور d'investissement on peut pas يعني on peut pas les arrêter والله يعني يكونوا des obstacles devant يعني ce genre de culture. التأمين الفلاحي من أساسيات ديمومة المشروع الفلاحي، تأمين يضمن مردوده ويؤمن محاصيله في حالة وقوع كوارث طبيعية أو أمراض لرؤوس الماشية أو الأبقار. الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي يرافق سفيان بنان كغيره من الشباب الجزائري الطموح وجميع الفلاحين في مشاريعهم الفلاحية. فيما يخص هذا الشاب هذا الشجاع يعني باش راه استثمر في هذا الميدان هذا تاع تربية المواشي، وزاد طور هذا الفرع هذا، وزاد دخل تقنيات جديدة فيما يخص العلف هذا اللي راه يديروا جديد. حنا كصندوق جهوي التعاون الفلاحي حنا رافقناه من قبل من نهار بدا المشروع هذا، وحنا معاه مع الجون هذا بنا سفيان. صراو له بعض المشاكل في الاول، وفيات تاع الارهال وتوفوا له، حنا رافقناه عوضنا له يعني تم تعويض تاعو في بصفه تري رابيد يعني باش تمكن باش يعاود يجدد هذا الابقار تاعو يجيب واحد اخرين. وثانيا فيما يخص دفع التقسيط تاع درنا له تسهيلات باش ما تكونش ثقل عليه، يعني الدفع تاع التامين يكون ثقل عليه، درنا له شغل انيشيونسي باش يخلص بلا يعني. وكيشفناه باللي راه زاد استثمر في هذا العلف هذا تقنيات جديده، زدنا درنا له ثاني تسهيلات اخرى اضافيه. يعني احنا في كل شباب احنا ماذا بينا كاع الشباب اللي راهم مستثمرين في لونساج ولا في لاكناك ولا يتبعوا هذا المثل هذا تاع الشاب هذا. احنا كصندوق الجهوي التعاون الفلاحي قدمنا كل التسهيلات فيما يخص التامين، فيما يخص تعويضات، فيما يخص ثمن التامين، درنا لهم دي ريدكسيون سبيسيال بور خاصه بهذا الاستثمار تاع الشباب، 25 حتى 30% تاع التخفيض في التامين. وحنا رانا الابواب تاعنا مفتوحه للشباب هذو باش نرافقوهم نعاونوهم، وخاصه نعاونوهم ثاني ماشي غير في التعويض وفي الاخر، نعاونوهم بالاخصائيين تاعنا. عندنا بياطره باش نوروا لهم تقنيات تاع تربيه المواشي، ننصحوهم كيفاش كومون يفهمون ليلفاج تاعهم. ونشكروا هذا الشاب هذا ونشجعوه باش يزيد يكمل في الطريقه هذه، وان شاء الله يزيدوا يكملوا معاه شباب واحد اخر. رحت للمديريه تاع الفلاحه باش نطلب اللورج هذا هو الصح، باسكو كي ندير شامبره هذه ورانا في الوقت خلصت الحصاد نتاع الشعير هذا، لازم الدوله هي اللي تقدر باش تلبي راك هنا تمدلك الامكانيات هذه تاع واسمه تاع الشعير هذا. كما تشوفوا يعني هاد l'éleveur يعني بحث لنا une demande au niveau de la DSA pour intervenir auprès de la CCLS يعني تعاونية الحبوب، وحنا يعني on va essayer يعني de faire de notre mieux pour l'appuyer باش يكمل في هذا المشروع تاعو. أشكركم على هذه الالتفاتة، وإن دل هذا على شيء وإنما يدل على مدى تدعيمكم لهذا الشاب حتى يستمر هذا الشاب أو هذا الفلاح المبدع، ولكي يخطى خطوات عملاقة نحو الأمام نطلب منكم باش تدعموه أكثر فأكثر حتى يفجر طاقته أكثر ليعود ذلك يعني بالفائدة على الفلاحة بصفة عامة وعلى الفلاح بصفة خاصة. وشكرا. جينا اليوم نشوفوا هذه مبادرة تاع l'hydroponique، دونك on encourage les jeunes à avancer dans ce système. الدولة لازم تقوم بهم تعاونهم، دونك c'est des projets de l'avenir comme هذه، donc c'est un test mais dans la région il n'existe pas, donc c'est le premier projet que je vois, donc c'est à encourager dans le cadre de l'agriculture, et là tout devant lui et dans un lieu près de l'établissement de l'écurie de l'élevage. يعني ماذا بينا درك هذا لو مسيو هو يعني هذا الفلاح نديروا له دي جورني
pour l'extension de cette culture ou les avantages اللي عندها هذه لا كولتور. ونجيبوا ثاني au niveau de la wilaya يعني في مديرية الفلاحة ولا الغرفة الفلاحية باش ثاني يزيد يفهم ويجيب يعني سيلفو ميم هذا لو فوراج هذا يوريه يعني يزيدوا يشوفوه الناس يعني باش ان شاء الله يقتادوا به ويخدموا كما هو. وحنا يعني نطلبوا وخاصة كيما تشوفوا هاد لا كولتور سي فري سي اون كولتور امبورطونت مي فيها كونترانت الزريعه لازم باسكو كي يجي جينيرالمون حنا كي نديروا لا كولتور دو لورج نديروها في برا يعني في التيران اون بو فير لا برودكسيون دو غران مي في هنايا في الغرفه هذه يا با دو برودكسيون دو غران. دونك حنا هذه هي الاشكاليه الوحيده اللي كاينه في هذه لا كولتور. حنا يعني اون فايسي دو فير نوتر ميو pour appuyer هذو الفلاحين. الاستنبات الزراعي للشعير الأخضر بدون تربة تقنية قديمة جديدة سهلة الإنتاج لكنها تتطلب إمكانات كلما أردت إنتاج كمية أكبر. سفيان بنان ابن ولاية البويرة الذي دخل عالم التجربة الفلاحية يطمح لبلوغ تغذية كاملة لأبقاره في الفصول الأربعة مع التفكير في مساعدة باقي فلاحي ولاية البويرة والولايات المجاورة. إلا أن الإشكال القائم هو ضرورة توفير مادة الشعير باستمرار حتى يضمن استمرارية لإنتاج الشعير المستنبت كبديل للعلف المركب وكقوة غذائية داعمة لزيادة جودة وكمية الحليب واللحوم.